سؤال جالي. السلام عليكم، لو سمحت يا أستاذ سامي ابني اللهم بارك 10 سنين الأول عايزاه يدافع عن نفسه. أولا عايزاه يدافع عن نفسه. لو حد ضربه بيخاف يرد الضربة ينضرب تاني، وجسمه ما بيستحملش ضرب، بيتحسس من الضرب ويقول لي أنا ما بقدرش عليه. قلت له في الأجازة هوديك تلعب رياضة. بصي يا حبيبتي، حتى الرياضة مش هتنفعه في حاجة يعني. هي الفكرة كلها إن الولد منطقي، عنده منطق في الرد، وذكي جدا. ولما بيرد يعني بيرد عليكي، ماشي. انتي ما حلتلوش حاجة. هو الرياضة هتحلله ايه؟ معلش. طب ما هو دلوقتي لما حد يضربه هو هيرد الضربة، هينضرب تاني. تمام. الفكرة كلها ان جسمه بيوجعه جدا لما بينضرب. تمام. طيب الرياضة بقى هتعمل ايه هنا؟ ما احنا وديتي يلعب رياضة، دي حاجة جميلة جدا. بس توقعي برضو انه هيخاف من الضرب. ليه؟ لان هو بيخاف من الضرب. الضرب بيوجعه جدا. طيب، هل انت حلتي له حاجة كده؟ آم، آم، لما يروح مثلا، آم، لما بيجي يضرب حد، الحد ده هيضربه. هو مشكلة ابنك ان ازاي هو يضرب وما ينضربش. لو قدرتي تجاوبي على السؤال ده يبقى انت كده حليتي مشكلة ابنك. ده حتى الحيطة لما بنضربها بترد يعني، بتبقى جامدة على ايد الانسان، فممكن تشرخ له دراعه او تشرخ له ايده، توجعه جدا. فحتى الحيطة ليها رد فعل على ضرب الانسان. ما بالك بقى ان ابنك بيضرب طفل تاني؟ ماشي. فالطفل ده اكيد هيضربه، يعني هو مش هيقف ساكت. طيب لو ضرب طفل، لو هو معاه كل حزمة مش عارف ايه، وبعدين على فكرة الرياضة بتاخد سنين علشان الطفل يدخل في المود بتاعها، يبقى رياضي. تمام. آم، طيب في خلال هذه السنين ايه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ انه هينضرب برضه. ماشي، عشان تكوني بس ايه واخده بالك. طيب ثانيا، انا هحكي الموقف عند حماتي. كنا قاعدين شويه وسلفتي واخت حماتي، المهم عايز الريموت يسمع كرتون وممكن يشدوا منها عشان لو قال لها هترفض. طب ماشي، هو بيشدوا منها عشان قال لها لو قال لها هترفض. فين تلفزيونه هو؟ فين تلفزيون باباه؟ الولد يروح يتفرج على تلفزيون وتلفزيون بابا، حماته ده تلفزيونها. تمام. يبقى عيب جدا ان هو يشد الريموت من حمات من تيتا، علشان ده مش تلفزيوننا. انت تفصلي الامر ده، يعني تقولي له يا حبيبي ده مش بتاعنا، عايز تتفرج اطلع فوق اتفرج. تمام. عايز تتفرج على التلفزيون اطلع فوق اتفرج. قاعد في وسط الحريم يعمل ايه الاستاذ؟ ده ولد قاعد يسمع دي مين اتطلقت ومين اتجوزت ومين كلام الحريم، انتوا عارفين طبعا. ولا هو انتم قاعدينه زي الكرسي اللي عليه، والمطلوب ان هو لا يتحرك ولا يروح ولا يجي ولا يتفرج على التلفزيون. وحتى انت بتقولي يعني عايز يعلي الصوت، ولو قلنا وطي بيقول انتوا صوتكم عالي وما بسمعش. يعني يا يعلي يا نسكت. طبعا يا يعلي يا تسكتوا. امال انتم قاعدينه مقدرينه مثلا، ما قاعدينه يا يتفرج على صورة بس مثلا ما يسمعش حاجة. ما هو احنا لما نيجي ندي حلول للاطفال ندي حلول منطقيه، ندي حلول تتنفذ، مش حلول ما تتنفذش اللي هو ايه. اهو عصايه ساحر، يلا ها شوف هتحل الموقف ده ازاي، فالزوره اهي وحلها انت، يلا ها. لو ما حلتهاش تبقى انت الخسران. طب ازاي يعني؟ يعني انت بتقولي له يا كده يا كده، يا يعلي يا تسكتوا. ما هو ده المنطق. الولد عنده منطق اكتر من الناس الكبيره. اللي هو ايه؟ اللي هو انتوا مش مقعديني هنا عشان تقدروني وتقرفوني. سيبونا العب في الشارع، سيبوه يلعب في الشارع، خليه يلعب على السلم يا حبيبتي مع الولاد اللي زيه. قاعد مع الحريم يعمل ايه يا حبيبتي؟ حتى تبقى تربيته مش مظبوطه، اللي هو تربيه الطفل الني اللي قاعد يسمع كلام الحريم. ما ينفعش، ما ينفعش طبعا. ف... فالطفل الولد بالذات يقعد مع اولاد زيه، او يقعد في قعده رجاله، ملناش دعوه. سن 10 سنين ده سن كبير يا حبيبتي، ده سن خلاص سنتين وهتلاقيه بلغ وبقى اطول منكم، وهتفضلوا مقعدينه مع الحريم برضو. يطلع يقعد في شقته محترم، يتفرج على تلفزيونه، ما يغص تيتا ولا يضايقها عشان عيب. تمام. انتي بتقولي بعد كده بيرد وبيتعصب ويزعق، والاخر للاسف قمت له وجري قدامي، وكمان حماتي للاسف بتشتمه بكلام ما بحبوش. انت اللي بتصعدي المواقف على فكره، انت المواقف ليها حلول وانت اللي بتصعديها. ده ما يقعدش في وسط الحريم حبيبتي، يروح يقعد مع ولاد زيه او يقعد قدام التلفزيون بتاعه، ملوش دعوه بتلفزيون تيتا خالص، ويبقى معروف ان هو لما ينزل ده تلفزيون تيتا وملكش دعوه بيه. تمام.
مالكش انك تمسك الريموت ولا تاخده من تيتا عشان عيب. تمام. آم، للاسف ست كبيره ومش هغيرها. وتغيريها ليه يا حبيبتي؟ يا ست ما غلطتش في حاجه، ده تلفزيونها وده بيتها وهي تستقبل اللي تستقبله واحنا نقعد بأدبنا. تمام. والولد يتشاف له حل، الولد ما غلطش، انت اللي لازم تحلي. او وطي وطي وتلاقيه بيوطي يتعصب وصوت، وهو يا حبيبي طبعه صوته عالي في الكلام. اه طبعا يصوت يا حبيبتي، ملوش يعني. انت وصلتي الامور للانفعال اللي هو ايه. الولد الاول كان هادي وكان ممكن الامور تتحل ببساطه، دلوقتي اتنرفز خلاص يعني. ضغطتوا عليه جامد، ضغطتوا عليه جامد، وبعدين اتشتم واتهزق واتهان واتجرى وراه والشبشب والشتيمه. كل الحاجات دي طبعا يعني بتبقى شديده جدا على الاطفال، بس احنا اللي ما بناخدش بالنا، احنا فاكرينها عاديه. لا حضرتك، اهانه الطفل مش كويسه خالص، بتعصب الاطفال وبتضايقهم. فلما الطفل يتعصب انا ارجع اجي عليه ليه؟ اجي عليه ليه؟ ما انا اسيبه يتعصب ويطلع الشحنه اللي جواه، لان هي انا شحنته جامد. لو قلت له اطلع الشقه ما بيرضاش، ما بيرضاش عشان انت قاعده تحت. قاعده تحت تعملي ايه حضرتك بقى؟ قاعده تساعدي تيتا وكلام من ده. تمام. خلاص. انتوا ككبار اتفقوا مع بعض، يا يلعب على السلم يا يلعب في الشارع، يا تطلعي مع ابنك شقتك بكرامتك انت وهو. قاعده تحت تعملي ايه؟ قاعده تساعدي تيتا، خلصي هو في المدرسه واول ما يرجع تاخديه وتطلعوا فوق. ليها ليها مليون حل. انما انت زنقه روحك في حته، انا ما اعرفش انت زنقه روحك فيها ليه. اللي هو لازم يقعد مع تيتا وانا قاعده، او هو انا تحت وهو لازم يطلع فوق، ما بيرضاش. و ولو لوحده ممكن يبهدل حاجه. طبعا هيبهدل حاجه لانه بيحاول يعني يغيظك، لان انت سايباه. طبعا هو بيبقى في المدرسة، وبعدين يرجع من المدرسة يلاقي ماما قاعدة مع تيتا وتحت مع تيتا وانا لوحدي فوق. هيطلع يعمل ايه فوق؟ المفروض انك تقعدي معاه تسمعيه، تاخدي بالك منه، تشوفي ايه اللي مضايقه. تمام. هو بيبقى محتاج ماما وهو راجع من المدرسة، فكون ان ماما مشغولة عنه دي حاجة كبيرة طبعا. حاجة أخيرة نفسي أعرفها، وهو بيروح يحكي لحماتي على حاجات وهو عارف إنها هتنتقد وتشتمه. هو بيحكي لحماتك علشان أنت قاعدة تحت. ماشي. لمي الدور بقى واطلعي فوق واقعدي مع ابنك اسمعيه. هو بيحكي لحماتك لأن أنت ما بتسمعيهوش. ما هو لو أنت بتسمعيه ومدياله ودنك ويقعد كده ساعة ساعتين يرغي معاكي ويحكي لك، مش هيضطر إنه يروح يحكي لحد تاني خالص. تمام. زي مثلا انا شفت قطه كذا لان هو بيحب الحيوانات جدا. انتي مقدره وانتي فاهمه ابنك، مفيش حد غيرك هيسمعه يا حبيبتي. تمام. وهو هيسمع كلام ما يعجبوش عشان ماما قاعده تحت. اطلعي فوق والدنيا هتتحل لوحدها. مشكلته هو واخته، هو 10 وهي 7، بيعصبها جدا يا حبيبتي. بهدوء كده وبالراحه، هي تصوت. معرفش الوقت ده اسيبهم مع نفسهم؟ لا مش هتسيبيهم مع نفسهم، انت هتعلميهم اللعب الصح مع بعض، وتدي لكل واحد حقه اللي هو ايه. شوفي مين الغلطان، ماشي، وفهميه. يلا يا ولاد يلا يا ولاد نلعب سوا مع بعض، وتعلميهم اللعب الصح وازاي نحل المواقف ما بيننا. الاطفال ما بيتعلموش اللعب الصح من نفسهم، او مش يقعدوا يخبطوا مع بعض كده لحد ما يتعلموا الصح. لا، بيتعلموا بالارشاد والتوجيه، وعين ماما اللي ما بتفرقهمش، وان ايه، لا انت غلطان وهي صح، لا انت غلط وهو صح. كده بتعدلي ما بينه، بتبقي قاعده في وسطهم واخده بالك، زي ما حماتك قاعده في وسطكم واخده بالها من تصرفاتكم يعني، واخده بالها قوي من ابنك وبيعمل ايه وبيسوي ايه، وابنك بيغلط وما بيغلطش والكلام ده. اعملي بقى زي حماتك يا حبيبتي، واقعدي بقى في بيتك في وسط ولادك وايه واعدلي ما بينهم. يعني ايه؟ قولي لهم بص انت غلطت في كذا في كذا في كذا، طب تعالوا نحل المشكله دي. دي من لعبه مين؟ دي لعبتها. طب خدتها منها ليه؟ لا ما تاخدهاش. طب انت عايز تلعب بيها؟ طيب تمام، تيجي تلعب بلعبك انت وانا هلعب معاك. الامور تتحل كده. تمام. شويه شويه هيبتدوا يتعلموا ازاي يلعبوا مع بعض. واول ما تحصل حاجه، هي بتبقى ليفلات كده. الليفل الاول ان انت بتشوفي المشكله، بتبتدي تفهميهم ليه المشكله دي حصلت، علشان فلانه غلطت او فلان غلط. تمام. والغلط فين؟ نطلع الغلط كده يا ولاد، نقول ها مين الغلطان فينا،
وبعدين نرد الحق لاصحابه، كده ماما حلت المشكله. يفضل الليفل يعلى، هيغلطوا في بعض تاني، ماشي. بعديها الليفل التاني هيجولك يشتكولك ويقرفوكي، اللي هو ايه، ماما ما هو خد لعبتي، انا عايزه لعبتي. تمام. احنا اتفقنا على ايه قبل كده؟ مش انت عارف ان كل واحد بيلعب بلعبه؟ بتاخد لعبتها ليه؟ بتغيظها ليه؟ هو انت عايزها تلعب معاك؟ طب ما تيجي ندور على طريقه تانية نلعب بيها مع بعض. وهكذا بتوجدي لهم حلول وتحلي ما بينهم وتفصلي ما بينهم لحد ما الولاد نفسهم يتعلموا الحلول الصح ويبتدوا يستخدموها مع بعض. هتلاقي ايه؟ الليفل عالي تاني، اللي هو ايه بقى؟ آه، يتخانقوا مع بعض انتقام، او يتخانقوا مع بعض غيظ، او يتخانقوا مع بعض عشان يلفتوا انتباه ماما. نبتدي نوقع بقى عقوبات. اللي هي ايه العقوبات دي؟ انا مش عارفه المشكله فين، يعني انا دلوقتي مش عارفه الحل فين. مين اللي غلط؟ نعمل عليه عقاب، هات مصروف، هات جزء من مصروفك. طيب مين اللي ضرب اخوه؟ فلان او فلانه، لا انتي محرومه النهارده من كذا. وهكذا بتفضلي بقى ايه؟ تركزي مع ولادك، ما تركزيش مع الحريم ارجوكي. تمام. ولادك محتاجين لك، الحريم مش محتاجين لك خالص. تمام. آم، لو قلت له ليه كده او ازعق له يخبط ويرزع ويكسر في دين الله يكرمك. بص يا حبيبتي، ده يا يلعب في الشارع زي ما قلت لك، يا يلعب في الشارع، يا يلعب على السلم، يا يلعب مع اولاد من سنه، يا تنزليه الساحه اللي هي عاملينها في كل حته دي، عاملين ساحات دلوقتي، يا تنزليه مركز شباب. انما قعده الولد في البيت بخساره، بخساره عليه وخساره على البيت وخساره عليكي وعلى اخواته وعلى باباه كمان. احنا بنربي راجل، فالراجل ده لازم ايه؟ يختلط مع اولاد. تمام. هتقولي لي الولاد وحشين والولاد بيقولوا الفاظ والولاد بيضربوه والولاد مش عارف ايه. لما بنزله بنزل معاه الاول فتره كده لحد ما يتعود على المكان، النادي او مركز الشباب او الساحه اللي بيروحها، ماشي. ولو بلعبه على السلم ببقى مراقبه ومركزه معاه ودماغي معاه وبحلله مشاكله. ليه؟ اغلب الناس تقولك ايه ده؟ طب ما هو لازم يعتمد على نفسه. يعتمد على نفسه ازاي حضرتك اذا كان هو من البدايه ما اعتمدش على نفسه؟ انا لما اجي ارمي اعلم ابني السباحه برميه في البحر واسيبه، ولا بلبسه الاول عوامه، ولا ببقى قاعده فوق راسه وبجيب له مدرب ويعلمه، ولا برميه واسيبه وامشي؟ لا طبعا. انت عايزه تعلمي ابنك يختلط ازاي بالاطفال، عايزه تعلمي ابنك يتعامل ازاي مع الولاد. بتخرجي معاه الاول تراقبيه من بعيد، وكل شويه يجي يسالك يا ماما اعمل كذا، اعمل ازاي، اعمل ازاي. تفضلي تديله ارشادات كده وتقولي له لا يا حبيبي اشتكي لمامته، لا يا حبيبي ما يصحش كده، لا يا حبيبي ما تديلوش لعبتك، لا يا حبيبي اعمل كذا. تبقى انت من بعيد والمستشار بتاعه وتتدخلي. اللي هو ما تسيبيش ابنك يتضرب طبعا. ايه في ايه؟ ما ينفعش انا انزل ابني مع الولاد واسيبه يتضرب وبعدين هيجي لي متعور، وبعدين ممكن يجي لي بمصيبه، عيل فتح دماغه ولا عيل فقع له عينه ولا بعد الشر، وتبقى مصيبه. فانت بتعلميه ازاي يختلط بالولاد التانيين. ما بنسيبش ولادنا كده ونسلت ايدينا، لا يا حبيبتي، بنبقى مركزين معاهم ودماغنا معاهم وبنبقى المستشارين بتوعهم. تمام. لحد ما الولد ما يتعلم ويعرف آداب وسلوكيات التعامل مع الآخرين. وبعد كده بقى لما بطمن بسيبه بقى مع نفسه كده لوحده، يجي بقى يقول لي، يحكي لي، برضه ما بسيبوش، يجي يحكي لي وانا مش شايفه. ها عملت ايه النهارده مع زمايلك؟ حد ضايقك؟ حد زعلك؟ حد ده الليفل التاني، ماشي. حد ضايقك؟ حد زعلك؟ حد خد حاجتك؟ طب عملت معاه ايه؟ طب اتصرفت ازاي؟ طب ما تيجي ما نجرب الحل التاني؟ طب الحل ده فشل، طب ما تعمل كذا، طب ما تعمل كذا. وتفضلي تقولي له على حلول، بس حلول واقعيه، حلول تتنفذ. طب انت مش عارفه الحل، قولي له طب انت ايه رايك نعمل ايه؟ هم؟ طب انت عندك حل تاني؟ طب ما تيجي نستشير بابا، ما هو بابا بيعرف برضو في الولاد، ماشي. طب ما تيجي نستشير حد تاني. وهكذا بتفضلي تعلمي ابنك لحد ما يكبر. احنا ما بنسيبش ولادنا، احنا بنفضل صوتنا بيبقى في ودانهم باستمرار. وكل ما الولد ما كان واثق فيكي وفي رأيك وحاسس ان حلولك بتنفع قوي،
ده هيبقى بالنسبه لك يعني هيحس ان مامته دي هي المستشار بتاعه، هي الشخص التقيل اللي في حياته، الانسان اللي بينصحه بصدق، والانسان اللي بيثق جدا في نصايحه. تمام. فمن دلوقتي نصري ابنك في الصح طبعا، وخليكي واقفه جنبه في الصح برضو. لما يقول لك حاجه منطقيه اعقليها الاول، واقعدي كده فكري فيها وقولي اه لا ده انت عندك حق، لا ده انت بتتكلم صح. ماشي. ما تستخسريش في ابنك كلمه الصح، يعني كلمه ان انت صح وقلت صح وانت كمان اشطر من ماما. الكلام ده بيبني شخصيه الطفل، وبعد كده بيديله ثقه جامده جدا في نفسه انه يواجه اي موقف صعب بيتعرض له.